عارف ايه اكتر حاجة بتوجع؟ مش الضرب ولا الصوت العالي. اكتر حاجة بتوجع هي الكلمة اللي بتترمى وتسيبك تمشي بيها لوحدك. في ناس فاكرة ان الكلام بيخلص في ساعتها، بس الحقيقة في كلام بيفضل عايش جوانا سنين. النهاردة مش هحكي قصة حد تاني ولا هدي نصايح من فوق. النهاردة هنتكلم عن التنمر، عن الوجع اللي ناس كتير عايشاه وساكتة. يمكن الكلام ده يوجعك ويمكن يفتح جرح، بس ساعات الجرح محتاج يتفتح عشان يخف. التنمر مش بس طفل بيضرب طفل ولا شتيمة في الشارع، تنمر أكبر وأقسى من كده بكتير. التنمر كلمة اتقالت قدام الناس، ضحكة اتاخدت عليك، هزار تقيل اتكرر، تعليق على شكلك وعلى صوتك وعلى جسمك وعلى فقرك أو حتى على حلمك. والأصعب إن التنمر أحيانا بيجي من أقرب الناس إليك، من صحابك وقرايبك وزمايلك أو حد المفروض يكون أمانك. أول مرة حد يتنمر عليك يمكن تضحك وتعدي وتقول ولا يهمني، بس جواك في حاجات اتكسرت. بعدها تبتدي تراجع شكلك وتحسب كلامك قبل ما تطلعه وتقلل من صوتك أو ممكن تختفي، مش عشان انت الغلط لكن عشان حد خلاك تحس انك مش كفاية. في تنمر محدش بياخد باله منه بس هو اخطرهم، تنمر بنظرة، بسكوت، بتجاهل، بمقارنة جارحة، بكلمة انا بهزر. بس الهزار اللي يوجع مش هزار، ده جرح متغلف بالضحك. في ناس بترجع البيت وتقعد لوحدها وتعيد الكلام في دماغها 1000 مرة وتسأل نفسها، هو انا فعلا وحش ولا هما اللي قاسيين؟ التنمر ما بيخلصش لما الموقف يخلص، التنمر بيعيش في الصوت اللي جوا دماغك، في الشك وفي قلة الثقة وفي الكره لنفسك. في ناس بتبطل تحلم، بتخاف تتكلم، بتخاف تظهر، وبتخاف تتحب. وفي ناس بتضحك قدام الناس وتعيط لوحدها. لو انت سامعني حاسس ان الكلام ده عنك، عاوز اقولك حاجة واحدة بس، انت مش المشكلة ولا عمرك كنت المشكلة. مش مطلوب منك تبقى شبه حد ولا تغير نفسك عشان ترضى ناس عمرها ما هترضى. انت كفاية حتى وانت مكسور، حتى وانت ساكت، حتى وانت تعبان. ولو انت في يوم كنت الشخص اللي بيجرح حتى لو من غير قصد، احب اقولك القوة مش في انك تضحك على وجع غيرك، القوة انك تحس وتراعي وتسكت لما كلامك ممكن يكسر. الوجع اللي جواك مش مبرر انك تزرعه في غيرك. خلينا نكون ارحم، الكلمة ممكن تنقذ وممكن تدمر، واحنا مش عارفين كل واحد شايل ايه وبيعدي بايه. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك اعرف انك مش لوحدك، وفي ناس حاسة بيك حتى لو ما تعرفهمش. لو حسيت ان الكلام ده حقيقي وسايب علامة جواك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان نوصل الصوت ده لكل شخص محتاج يسمعه. حابب اسمعك من غير احكام ومن غير اسماء. هل مريت بتجربة تنمر؟ ازاي اتأثرت عليك؟ اكتب في التعليقات، يمكن كلامك يكون سبب شفاء لحد غيرك.